كتير من أطفالنا يعرفوا قصة بيتر بان وتهنا ورنا ومدينة نيفرلاند، وأكيد كمان مفيش طفل اتفرج عليها إلا وكان نفسه يروح يعيش في مدينة نيفرلاند مع الجنيات والمتعة اللي ما بتنتهيش خالص، لأن هناك مسموح بكل حاجة ومش هيسمعوا كلمة ممنوع زي ما بيسمعوها من أهلهم. وهو ده بالظبط اللي كان بيستغله بيتر اللي بيتكلم عنه فيلمنا النهاردة. بيتر شخص مريض نفسي بيقدر يدخل بيت الطفل كيرلي من غير ما حد يحس بيه، وبيلعب معاه وبيحكي له عن مدينة نيفرلاند اللي فيها ألعاب وجنيات وأطفال تانية كتير، وبيفهمه إن هو جاي ياخده عشان يوديه المدينة. وللأسف كيرلي زي أي طفل بيتمنى إن هو يعيش في مدينة نيفرلاند، ولكن بيتر بيخطفه وبينزل خبر خطفه في الجرايد، وبنعرف إن دي مش أول حالة خطف في المنطقة. وبنكتشف هنا إن بيتر شغال مهرج في سيرك، وده بيخليه يوصل للأطفال بطريقة ما يتشكش فيها. وفي يوم من الأيام بيكون بيتر بيعمل الفقرة بتاعته في السيرك، وبيقع اختياره على طفل اسمه جيمس، فبيبدأ إن هو يلعبه ويديله بالونة، وده بيخلي جيمس يبدأ يحس إن هو مميز عن باقي الأطفال اللي حواليه، فبيفرح جدا وبيطمن لبيتر. وبعد ما بيروح جيمس مع أهله على البيت بيدخل أوضته، بيكون بيتر مراقبه كويس، وأول ما بيتأكد إن جيمس لوحده بيخرج له من المخزن الأرضي اللي في البيت عنده، فبيتخض جيمس وبيروح ينادي على أمه، ولكن بيتر بيطمنه وبيعرفه بنفسه وبيفكره إن هو المهرج اللي اداله البالونة، وبيقول له إن هو طفل مميز وعشان كده عاوز ياخده مدينة فيها ألعاب كتير وجنيات وأطفال ومفيش فيها حد يتحكم فيه، وإن المدينة دي مش بيروحها بس غير الأطفال المميزين اللي زيه. في الوقت ده مامة جيمس بتحس إن في حد بيتكلم مع ابنها، فبتخرج من أوضتها عشان تطمن عليه، وبتتصدم لما بتشوف بيتر بيحاول يخطف جيمس، وطبعا بتشد جيمس وهي بتصرخ، وبتقدر فعلا تخلصه من ايد بيتر. ولما بتروح لباب الشقة عشان تهرب هي وابنها بتتصدم لما بتلاقيه مقفول، وبتفهم إن بيتر حبسهم في البيت، ولكن بتحاول تحمي ابنها فبتمسك سكينة علشان لو بيتر لسه ما خرجش من الشقة، بس للأسف بيتر بيفاجئها وبيقطع ايديها، ورغم كده ما بتستسلمش وبتحاول تقاومه، لكن بيتر بيكون أقوى منها وبيقدر يثبتها على الأرض وبيفصل رقبتها عن جسمها. وطبعا جيمس بيبقى واقف مرعوب، ولما بيقرب منه بيتر عشان ياخده معاه مش بيقدر يقاوم. وبيفوت على الحادثة دي حوالي 15 سنة، وبعد السنين دي كلها بنشوف أسرة بسيطة قاعدين بيفطروا الصبح، وبيستأذنهم مايكل بعد ما بيخلص فطار عشان يروح المدرسة. وبعد ما مايكل بيخرج من البيت بتطلع ماري لبنتها ويندي جواب، وبتعرفها إن الجواب ده جالها النهارده، وبتصرحها ماري إن هي قرأت الجواب ومش موافقة أبدا إن ويندي تسيبهم وتروح تدرس في لندن، وخصوصا إن ويندي فاجئتها وما اتكلمتش معاها في الموضوع ده قبل كده، لكن ويندي بتفهمها إنها عاوزة تبقى مع خطيبها، وده اتفاق بينهم لأن هو كمان قرر إنه يروح يدرس في لندن، وبتعرفها إن ده قرارها ومش هتسمح لها تتدخل فيه. وقبل ما تقوم ويندي من على السفرة بتلمح ورقة فبتفتكر عيد ميلاد أخوها مايكل، وبتطلع وراه بسرعة عشان تلحقه، وفعلا بتلحقه، لكن مايكل بيكون زعلان منها جدا لأنها بتكون نسيت عيد ميلاده، ورغم إنها بتحاول تبرر له وتصالحه لكنه برضه بيكون حزين. فبتقرر ويندي إنها توصله المدرسة بعربيتها، وفعلا مايكل بيركب معاها، ولكن بتلاحظ ويندي إنه متغير من ناحيتها، وده لأن مايكل حاسس إنها ما بقتش تهتم بيه زي الأول، وبيفتكر كمان إن هي بتحب خطيبها أكتر منه. بس ويندي بتحاول تفهمه إن حبها ليه ما اتغيرش، وإنه في يوم من الأيام هيكبر ويحب، ووقتها هيعمل أي حاجة عشان يكون مع حبيبته، وبتقنعه إن هو عندها أهم وأغلى من خطيبها كمان، فده بيريح مايكل فبيصالحها. وفي اللحظة دي بيوصل المدرسة، فبيودع مايكل ويندي أخته وبينزل من العربية، وبيدخل مايكل المدرسة مع صاحبته الأنتيم جيمي، وبعد ما بتطمن ويندي عليه بتروح بسرعة على البيوتي سنتر اللي بتشتغل فيه لأن هي اتأخرت على ميعادها. في الوقت ده بنشوف بيتر بعد 15 سنة، وبنكتشف إن هو متجوز، وواضح جدا إن هو بيعذب مراته لأن جسمها بيكون كله مليان جروح وشكلها غريب، والأغرب كمان إن بيتهم كله شموع كأن البيت كده ما دخلوش نور الشمس من سنين. وبيعرف بيتر مراته إنه لازم يكمل اللي هو بدأه، وفعلا بينزل بيتر من بيته وبيروح محل لعب أطفال عشان يشتري قناع علشان يداري وشه وهو بيخطف الطفل اللي هو اختاره من المدرسة اللي جنب بيته، لكن صاحب المحل بيحس إن هو غريب فبيقول يجي في وقت تاني لأنه هو خلص شغله وهيقفل المحل، ولكن طبعا الكلام ده مش بيعجب بيتر، فبيتهجم على صاحب المحل وبيضربه بالسكينة لحد ما بيموت، وبياخد القناع اللي هو عاوزه بكل برود. وفي نفس الوقت ده بيكون مايكل خلص مدرسته، وطبعا ويندي بتكون مستنيه قدام المدرسة، لكن لسوء حظهم إن بيتر بيكون مقرر إن هو يخطف الطفل من نفس المدرسة، علشان كده بيكون راكن عربيته اللي مكتوب عليها نيفرلاند عند المدرسة، ومايكل بيغيب عن نظر ويندي لأنها بتكون واقفة بتتكلم مع خطيبها اللي بيصدمها بإن هو رجع في قراره ومش هيسافر لندن لأنه مش هيقدر يسيب أهله وأصحابه. وطبعا القرار ده بيعصبها جدا لأنها قدمت طلب في جامعة لندن وكانت موافقة كمان إن هي تسيب أهلها عشان تبقى معاه، ولأن مايكل بيزعل إن هي مش واخدة بالها منه أصلا بيركب العجلة بتاعته بيقرر يروح البيت لوحده، وده طبعا بيخليه فريسة سهلة لبيتر، فبيربط له حبل في نص الطريق بين الشجر، ولأن مايكل ماشي بالعجلة بسرعة مش بياخد باله بيتكعبل وبيقع، فبيحس مايكل وقتها بالخطر لأن اللي عمل كده قاصد إن هو يوقعه، وفعلا بيظهر بيتر من وراه وبيقدر يخطفه ويحطه في العربية، وفي أثناء ده
بتحس ويندي ان مايكل اتاخر ومش هتقدر تفضل مستنيه في العربيه اكتر من كده، فبتدخل المدرسه تسال عليه وبتكتشف ان هو خرج من بدري، فبتتوتر وبتخاف، خصوصا ان هو متعود يبعت لها رساله اول ما بيخرج من المدرسه، وحتى لما بتحاول تكلمه على تليفونه مش بيرد عليها، وده بيخليها تتاكد ان مايكل فعلا في خطر. وبنشوف ان بيتر اخد مايكل بيته، وفي نفس الوقت ده بيحاول مايكل يكلم اخته، ولكن البيت بيكون ما فيهوش شبكه، وفجاه بيدخل عليه بيتر ومعاه اكل وبيطلب منه ان هو لازم ياكل، وبيوعده ان هو هيوديه نيفرلاند وهناك هيكون مبسوط جدا، ولكن مايكل مش بيصدقه وبيكون خايف منه. وبعد ما بيخرج بيتر وبيفضل يعيط كتير لحد ما بيرجع له بيتر تاني وبيطلب منه يلعب معاه استغمايه، فبيوافق مايكل طبعا لان هو خايف، وبيستخبى بيتر وبيفضل مايكل يدور عليه في البيت كله، وبتكون كل الاوض ضلمه وما فيهاش نور، ومايكل بيكون مرعوب جدا لحد ما بيظهر له بيتر من وسط تماثيل شمع مخيفه جدا، وطبعا مايكل بيتخض فبتقع من ايده الصوره، وبيتر بياخد باله من جيمي فبيقرر ان هو يخطف جيمي كمان بحجه انه مش عاوز مايكل يبقى لوحده. وفي الوقت ده بيكون الوضع في بيت مايكل صعب جدا واهله كلهم بيكونوا منهارين، خصوصا ويندي اللي بتحس بالذنب لانها ما اخدتش بالها منه، وفي وسط كلامهم ولومهم لويندي بيرن التليفون، فبتجري ويندي وبترد على التليفون ولكن بتسمع صوت موسيقى غريبه، فبتاخد منها ماري التليفون، ولما بتسمع الموسيقى بتتصدم وبتتاكد ماري من اللي في دماغها، وده بعد ما بتسمع صوت راجل بيقول لها ان هو هيودي ابنها نيفرلاند، وبعد كده بيقفل الخط. وقتها ماري بتفهم ابنها حصل له ايه، لان اللي بتجيله المكالمه دي مستحيل يشوف ابنه تاني، فبتلبس ماري وبتخرج زي المجنونه تدور على ابنها، وويندي طبعا بتكون مش فاهمه حاجه، وبعد محاولات من البحث من غير فايده بترجع ماري على بيتها، والخوف واليأس بيكون خلاص ملأ قلبها، وبتحكي ماري لويندي ان مايكل اتخطف، والمكالمه دي معناها ان هو مش هيشوفوه تاني لان كل اللي فقدوا ولادهم كان بيجي لهم نفس المكالمه وبيسمعوا نفس الموسيقى ونفس الشخص بيقول لهم ان الطفل رايح على نيفرلاند ومش هيرجع تاني، فالكلام ده بيخوف ويندي، فبتقرر ان هي تخرج وترجع باخوها مهما كان الثمن، وفعلا بتركب ويندي عربيتها وبيروح معاها جيمي وليلى اخته، وبيكونوا رايحين لبلد فيها شخص هيفيدهم بمعلومات عن نيفرلاند، وبعد شويه بيوصلوا فعلا لبيت شخص اسمه كريج، ولما بيتكلموا معاه بيحكي لهم ان ابنه اتخطف بنفس الطريقه، وبعدها جات له مكالمه فيها صوت موسيقى وشخص بيقول له ان ابنه رايح نيفرلاند وان هو مش هيشوفه تاني، وكل اللي هو قادر يعرفه من الناس اللي شافوا ابنه قبل ما يتخطف ان هو ركب عربيه مع مهرج بعد ما اداله بلالين مكتوب عليها نيفرلاند، والمعلومات دي بتكون كل اللي قدر يعرفوه من كريج. وفي الوقت ده بنشوف بيتر بعد ما بيخرج تماما عن السيطره وبيوقف باص المدرسه، ولما بينزل السواق يزعق معاه بيقتلوا بيتر بطريقه وحشيه جدا، وبيدخل بعدها بيتر للاطفال اللي في الاتوبيس بيقول لهم ان هم هيروحوا كلهم نيفرلاند، وللاسف بيقتلهم كلهم وبيرميهم بره الاتوبيس، ومش بيقدر اي طفل ان هو يهرب من المجزره اللي حصلت، وبالصدفه بيقدر خطيب ويندي ان هو يشوف اللي حصل وبيكون مرعوب، فبيروح فورا لويندي في بيتها وبيحكي لها كل اللي هو شافه وخايف جدا. وبنرجع تاني لمايكل وبنشوف مرات بيتر وهي داخله عليه، ولما بيسالها مايكل هي مين بتعرفه ان اسمها تينكر بيل، وهي اول واحده اختارها بيتر عشان تروح معاه نيفرلاند، فبيسالها مايكل هو هيروح بيته امتى لان اهله دلوقتي اكيد خايفين عليه ومش حابب ان هو يقلهم عليه اكتر من كده، ولكن تينكر بيل بتتجاهل السؤال وبتخرج بسرعه من الاوضه وبتروح تسال بيتر الاطفال اللي بيخطفهم بيوديهم فين، بس بيتر بيتعصب جدا عليها وبيضربها وبيهددها كمان ما تسالش السؤال ده تاني وما تتدخلش في شغله والا هيقتلها، فطبعا تينكر بيل بتخاف وبتبعد من قدامه، وفجاه بيسمع مايكل صوت صريخ فبيمسك حزامه وبيروح لمصدر الصوت، وهنا بنتصدم ان بيتر حابس شخص من مده طويله جدا وبيعذبه، وده بيكون واضح جدا على شكل الشخص. بعد كده بنشوف ويندي وهي عند ليلى صاحبتها وبتقرر ويندي تبات عندها لحد ما تعرف هتلاقي اخوها ازاي، بس المفاجاه ان بيتر بيكون قدام بيتهم ومعاه صوره جيمي ونيته بتكون معروفه، وبيستناهم بيتر لحد ما بيناموا وبيدخل البيت فبيلاقي ليلى نايمه ومن غير اي تفكير بيقتلها بالسكينه بكل وحشيه، وفي الوقت ده بتكون ويندي في الاوضه بتستعد عشان تنام لكنها بتسمع صوت صريخ، واول ما بتخرج من الاوضه عشان تشوف ايه اللي بيحصل بتتفاجئ لما بتشوف بيتر بيضرب ابو جيمي بالسكينه لحد ما بيقتله، فبتخاف ويندي وبتدخل تاني بسرعه وفعلا بتلم حاجتها عشان تهرب وبتطلع من الاوضه وهي مرعوبه، لكن بتقابل ام جيمي اللي بتكون مربوطه وبتطلب من ويندي تفكها بسرعه، لكن ويندي ما بتلحقش لان بيتر بيدخل عليها فبتستخبى منه بسرعه وبتشوفه وهو بيخنق ام جيمي لحد ما بتموت في ايده، ولحسن حظ ويندي انها مش بيشوفها وهي اللي بتشوفه وهو شايل جيمي وبياخده معاه في عربيته، فبتحاول ويندي تتمالك اعصابها وبسرعه بتطلع وراهم بعربيتها عشان تعرف مكان اخوها وتنقذه هو وصاحبه جيمي، ولحسن حظها بيتر مش بياخد باله ان هي مراقباه لحد ما بيوصل بيتر بيته وبيدخل على مايكل وهو مع جيمي، فبيحضنوا مايكل وهو خايف على نفسه وعلى صاحبه، خصوصا لما بيسالهم بيتر مين فيكم اللي هيروح مع نيفرلاند الاول، ولكن مايكل وجيمي بيكونوا خايفين جدا وبيعيطوا هما الاثنين بشكل هستيري، فبيعمل بيتر قرعه وبيكون جيمي هو صاحب النصيب، فبياخدوا بيتر بالعافيه من حضن مايكل، ورغم محاوله مايكل ان هو يتمسك بصاحبه الا ان هو برضه ما بيقدرش يعمل له حاجه،
وبتدخل عليه تينكر بيل تزقه عشان يسيب صاحبه، وبتحذره ما يقفش في طريق بيتر لان هو قاسي ومؤذي وممكن يقتله. في الوقت ده بتستغل ويندي انشغال بيتر وبتقدر فعلا ان هي تدخل البيت وبتدور على اخوها، ولكن تينكر بيل بتشوفها فبتخاف منها ويندي وبتترجاها ما تقولش لبيتر لان كل اللي هي عاوزاه ان هي تنقذ اخوها. فبتثبت تينكر بيل ان هي مش زي بيتر وبتساعدها كمان ان هي تدخل الاوضه اللي فيها مايكل. واول ما ويندي بتشوف اخوها بتاخده في حضنها وبتحاول تطمنه، ولكن مايكل مش بينسى جيمي وبيعرفها ان بيتر اخده. في الوقت ده بتروح تينكر بيل لبيتر تاني وبتساله عن نيفرلاند وعن الاطفال اللي هو بيخطفها، لكن بيتر بيستغرب اسئلتها الكتير لانها اول مره تساله عن اللي هو بيعمله، فبيهينها بكلامه وبيفكرها ان هي ملهاش لازمه ولا حتى ليها حق ان هي تساله عن اي حاجه لان هو في الاصل جايبها من الشارع. بس بيقطع بيتر كلامه لما بيحس بصوت بره الاوضه، فبيمسك تينكر بيل وبيسالها مين اللي بره، ولكنها بتكون خايفه ومش بترد عليه. فبيخرج بيتر عشان يشوف ايه اللي بيحصل في بيته وبيروح لمايكل يتاكد ان هو موجود، وطبعا بيلاقيه فبيساله بيتر مين اللي كان معاك، لكن مايكل بيرد عليه بخوف ان هو لوحده ومفيش اي حد معاه. فبيخوفه بيتر ويفهمه ان اللي بيكذب مش هيروح نيفرلاند، وبيقرب بيتر من مايكل، لكن في الوقت ده ويندي بتطلع من وراه وبتخبطه على دماغه فبيقع على الارض، وبسرعه بتاخد اخوها وبتقفل على بيتر الباب وبتطلع تجري وبتقابلها تينكر بيل، ولكن مش بتحاول تمنعها بالهروب بل بالعكس بتحاول ان هي تساعدها. ولسوء الحظ بيقدر بيتر ان هو يخرج من الاوضه، ولما بيعرف ان تينكر بيل سابتهم يهربوا بياخد السكينه وبيفضل يعذب فيها وبيقطع في جسمها بطريقه وحشيه جدا. في الوقت ده ويندي بتحاول ان هي تهرب، ولكن بتسمع صوت صريخ جاي من القبو اللي تحت البيت، ولما بتمشي ورا الصوت بتلاقي اوضه اشبه بالقبر محبوس فيها جيمي، فبتساعده ويندي ان هو يهرب من الشباك وبتطلب منه ان هو يجيب حد يساعدهم، وفعلا بيخرج جيمي وبيطلع يجري وهو خايف، وبترجع ويندي تاني تدور على الصوت اللي لسه مستمر لحد ما بتوصل للشخص اللي حبسه بيتر، فبتتصدم من شكله المرعب وبتخاف في الاول، لكنها في الاخر بتفهم ان بيتر حبسه وبيعذبه كتير، فبتطمنه وبتفهمه ان الشرطه هتوصل قريب، لكن لسوء الحظ بينتبه بيتر للصوت فبيقرر ان هو ينزل له، ولكن المفاجاه ان مايكل بيكون مستخبي وبيضرب بيتر في رجله بالسكينه علشان ما يعرفش ينزل لاخته. في الوقت ده بتطلع ويندي وبيشوفها بيتر فبيحاول يقتلها، وبتحصل بينهم معركه رهيبه بتحاول فيها ويندي تقاوم على قد ما تقدر، ولكن بيتر طاقته بتخلص وبيقع، فبيضربوا مايكل في وشه بكل قوته لدرجه ان دمه بيغرق وش مايكل، وبعد ما بيسيبوا مايكل بيكون الشخص اللي عذبه بيتر خرج من مكانه وبياخد السكينه وبيقضي على اخر نفس في بيتر، وبتكون ويندي حاضن اخوها على الارض، واخيرا بيتر بيموت والكابوس بينتهي وكل حاجه بتخلص، وبيرجع تاني مايكل لاهله. بيحاول هو وويندي ان هم يتعافوا من كل اللي حصل لحد ما بيمر سنه، وبتقرر ماري وويندي يحتفلوا بعيد ميلاد مايكل علشان يعوضوه على كل اللي شافه في عيد ميلاده اللي فات، ولكن فجاه التليفون بيرن، ولما بترد ويندي بتسمع نفس الموسيقى اللي بيسمعها بيتر لاهالي الضحايا، فبتتصدم ويندي ان بيتر ما ماتش بعد كل اللي حصل، واكيد هيحاول ينتقم وهيكون في ضحايا تانيين لسه من الاطفال. ولكن لحد هنا بيكون انتهى فيلمنا، فما تنساش بقى ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان تكون اول واحد يوصلك الملخص اول ما ينزل. وبس كده، سلام.